السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو الحماسي بتاع المنتجات الغريبة اللي انا شفتها. طبعا انا لقيت حاجات كتير جدا ده في سوبر ماركت واحد. هحاول ان انا اقسمها على كذا فيديو. النهارده هيبقى فيديو الشيبس او السناكس او الحاجات اللي زي دي هيت، ولقيت فيها حاجات كتير جدا. ف يلا اربطوا الأحزمة واستعدوا بقى عشان نجرب الحاجات الغريبة. طيب هنبتدي بأول واحد اسمه فيجي سناكس. ده منتج معمول من الخضروات. طيب ونشوف مع بعض. ده في، بصوا في ألوان كتير جوه. هنجرب اللون الروز دوت او الاورنج. حلو. هل طعمهم كلهم هيبقى واحد؟ وده اللون الاخضر، هو عامل زي التيوب كده مخروم من جوه. ما شايفينه ولا لا؟ اعتقد ان هما نفس الطعم كلهم. في كمان اللون الاصفر. هما نفس الطعم بس طعمه حلو جدا. هو طعم الزيت باين فيه، فهو واضح ان هو مقلي مش مخبوز يعني، بس طعمه حلو قوي للي عايز ياكل حاجه طعمها مختلف عن الشيبسي. وبعد كده هو في ده مش شيبس، ده بيتا شيبس بملح البحر. ده عارفين عاملين اعتقد زي ايه، او ممكن يكون زي ايه. احنا عندنا في مصر اللي بيعملوا الفول والفلافل دايما بيقلوا العيش ويخلوه زي الشيبس كده هو، فاعتقد ممكن يكون هو حاجه زي كده. بالظبط. يا هو بالظبط زي اللي بيعملوه في المحلات بتاعه الفول والفلافل عندنا في مصر. بيقطعوا العيش كده هوت ويقلوه في الزيت وبيبقى طعمه تحفه. نجرب طعمه. بسم الله. بالظبط. نفس الطعم بالظبط. حلو جدا، حلو قوي. طيب ونشوف اللي بعده. ده ايه؟ ده الشيبس معمول من مش من البطاطس، معمول من حاجة اسمها يوكا أو كاسافا. اللي بيتعمل منه اللي هي بتاعت البابل تي، عارفين ده هو معمول منه بقى الشيبس ده هو. ف قلت نجربه. انا عمري في حياتي ما جربت شيبس منه دوت، بس هما هنا هو بياكلوه كتير جدا يعني. هو شكله عامل زي الشيبس بالظبط. ندوق. بسم الله. ناشف. مش زي يعني البطاطس الشيبسي لما بتاكلوها في بقكم بتدوب كده هو وبتعمل، لكن دي ناشفه، بس هي طعمها قريب قوي من طعم الشيبسي. مش يعني مش هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه غريبه. هي الملمس بتاعها بس اللي غريب شويه. ده شكلها. هي بتبقى جذور، بتبقى شبه شويه البطاطا او على القلقاس، بس بتبقى طويله كده هو. ف طعمها حلو مقبول.
هجيبها تاني، ما اعتقدش اني هجيبها تاني. بس هي مش وحشه يعني، لو جت في سكتي هاكلها. وده ايه؟ ده بطعم الملح الصخري. ده بطاطس بطعم الملح الصخري. ايه طعم الملح الصخري ده بقى؟ وجبنا المقص بتاعنا. ما تخيلتش ان انا ممكن احتاج المقص في تجربه منتجات الشيبس. شكله فخم بصراحه. بصوا شكله من جوه، شكله فخم كده. استنوا احاول اطلع لكم واحده تكون على بعض. اهي بصوا طعمه ايه. بسم الله. نكهته خفيفه جدا، طعمه غريب. هو ده شيبس بطاطس. معلش نلبس نضاره عشان بس ايه. سكر، خل، وملح صخري، ومولتيك اسيد. بصوا هو مكتوب جلوتين فري. جلوتين فري يعني ده اللي عنده مشكله مع الجلوتين ممكن ياكل منه مفيش مشاكل. بس هو طعمه يعني السيزنينج، التتبيله بتاعته خفيفه قوي يعني، بالكاد يعني ظاهره يعني. طب انا جايبه هنا هوت صلصه، مش صلصه اللي هي مش الصلصه اللي بنستخدمها في الطبيخ ديت. هنا هوت هم بيحبوا يجيبوا زي انواع صلصات وصوصات وحاجات زي كده ياكلوها مع الشيبس. ف دي جبتها عشان خاطر نجربها. فتحتها. طيب هنجرب كده هوت، يمكن يبقى لها معنى. ده شكل الصلصه من جوه. هي بتبقى مكونه من ايه؟ هقول لكم، نسيت. مكونه من طماطم وعصير طماطم، حامض السيتريك اسيد اللي هو ملح الليمون، ميه، بصل، وصلصه طماطم، فلفل حراق، فلفل حامي، وفلفل احمر، الفلفل الكوبي، وخل، ملح، كزبره، و توم، وبهارات. طيب نجرب نشوف. ايه حلو قوي. بس يعني ده تتعاملوا معاه على انه هو عيش بتغمسوا بيه حاجه. اللي هو تتبيلته خفيفه جدا قوي، بس مش وحش يعني. بس اجيبه تاني؟ لا مش هجيبه تاني. هنخش بقى على ايه ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن الحمص شامي، عاملين زي الفشار او السناك او حاجه زي كده. طعم ايه؟ بسم الله. طبعا عامل زي الحمص بتاعنا بتاع مصر بالظبط، اللي هو الصغنن ده، هو الحمص اللي بتاع المقلب اللي بنجيبه، هو بالظبط، بس عليه تاتش سبايسي شويه. هما هنا هوت فرافير قوي في السبايسي، يعني في السبايسي بتاعهم اللي هو يقولك ده سبايسي، زي الحاجه اللي هو يا دوبك بقى شم الريحه يعني. سبايسي بالنسبه لهم، والفلفل الاسود بالنسبه لهم ده يبقى حاجه سبايسي يعني. فهو زي نفس طعم الحمص بالظبط. انا اتصدمت في نص الحاجات اللي انا جبتها، حاجات غريبه وحاجات جديده ومش عارفه ايه. فلقيت معظمها اطعم مش غريبه قوي يعني. طيب ده ايه؟
ده اسمه بلانتان، اللي هو موز، بس مش بقى الموز بتاعنا، الموز اللي هو بيبقى اللي هو بتاع افريقيا دهوت، اللي هو بيستخدموه علشان يعملوا منه العيش والحاجات زي كده هوت يعني. فبيعملوه معامله بقى الدقيق، او بيعملوه معامله الشيبس او حاجه زي كده يعني. ف شكله عامل كده شيبس، يعني شيبس بطاطس بالظبط، شيبس بطاطس. الحراق ابتدى يطلع في الزور دلوقتي بتاع الحمص، عماله بقول فرافير هي، بس الحراق مش اللي هو اللي يوجع، اللي هو يعني تحس كده يعني لسعه خفيفه يعني. بس ما علينا، ندوق دوت. ده المفروض ان هو مالح، لان هو بيعملوا منه اللي هم عايزينه، بيقدروا يستخدموه كبيز للحاجه اللي هم عايزينها. ملهوش طعم، بس في الاخر خالص كده هو بعد ما بتاكلوه بتحسوا اللي هو، عارفين احساس لما بتيجوا تاكلوا الموز بيبقى مهروس كده هوت، وعارفين بيبقى فيه لزوجه شويه كده اهو. حلو يعني، حلو اجيبه، حلو يعني، ممكن اجيبه تاني يعني. ده بلو كورن، ده عامل زي الدوريتوز على ما اذكر في مصر، بس معمول من الذره البيربل، الروز، البيربل البنفسجي. ده بقى بيتاكل مع الصلصه، يعني جايبه الصلصه ديت اساسا علشانها. ده بيبقى شكله هما بقى بيجيبوا بقى دهوت علشان خاطر، بصوا بيبقى شكلها عامل ازاي، بصوا لونها بيربل بالظبط. طيب ندوقها كده لوحدها الاول، بسم الله. طعمها عامل زي التورتيا، عيش يعني، عيش ناشف. دي نجيبها كده، اتفضلوا معايا. طبعا الصلصه دي بالمكونات اللي فيها بصل وطماطم وتوم وكزبره خضراء والكلام ده كله، طبعا هيطغى على اي حاجه. بس اجيبه تاني ما اعتقدش. نمره واحد هو غالي قوي. تاني حاجه ما انا ممكن اكل اي حاجه تانية يعني، عيش احمصه واكله بدوت هيدي نفس الطعم بالنسبه لي. يعني طعمه مش زي الدوريتوس بتاع مصر، فيه بقى البهارات والحاجات الحلوه اللي ممكن انتوا تاكلوه لوحده كده هو، لا ده الطعم فيه بلان قوي، محايد، بس هو اورجانيك عشان كده غالي. اجيبه تاني مش ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني صراحه. نجيب ده بقى، ده اللي انا متحمسه له. ده شيبس بالبلاك ترافل، شيبس بالبلاك ترافل. الترافل اللي هي الكمأ، او في السعوديه بيسموه الفقع، وسمعت في السودان بيسموه مش عارفه حاجه كده هو التاني. انا عمري ما دقت الترافل في حياتي. الترافل ده هو عمره ما دقته. الترافل فيه ده نوع من انواع الفطر، بس بيطلع تحت الارض، بتبقى هو موجود تحت الارض، وبيبقى له اوقات معينه في السنه، عشان كده بيبقى غالي جدا. اغلى انواع منه الترافل الابيض،
الايطالي ده اغلى انواع، ده ثمنه بيوصل الكيلو فيه بيوصل لالافات اليوروز يعني. البلاك ترافل طبعا الطازه بيبقى حاجه مختلفه. اعتقد ده ممكن، انا مش عارفه هم هيكونوا عاملينه بقى بالزيت بتاعه ولا بالترافل نفسه. لا هم عاملينه ببودره الترافل صراحه. النوع ده هو بتاع الشيبس غالي، فهو فيه البودره بتاعت الترافل، فعايزين نجربه لان ده من النوع اللي صعب الفتح. شكله ابن ناس قوي والله العظيم، محترم كده هو يعني، حتى الكيس نفسه ماسك نفسه كده هو محترم. هو دوت الشيبسي، انا مش شايفه اي حاجه موجوده عليه، ريحته شيبسي عادي مفيش اي ريحه مختلفه. نجرب بسم الله. طعم غريب ومش وحش، بس انا طعم غريب بالنسبه لي. هو اللي ظاهر او اللي بيطلع لي في الاول نكهه التوم الباودر. طيب انا كنت جايبه حاجه بقى من فتره، الكمأة السمراء، انا ما جربتهاش، فايه رايكم لو نجربها على الشيبسي ديت. انا لما لقيته قلت فرصه نجربها، لان انا كنت صراحه خايفه اجربها، فاهي جت فرصتها نجربها. نطلع واحده منها. ما تخيلتش ان هو هيبقى شكله قريب من المشروم قوي كده، هي شكلها شبه المشروم قوي من ورا كمان. بصوا هي المفروض ان هي اللي على ما اشوفه ان هي بتتقطع شرايح رفيعه. طبعا انا مش زي مرقص كوزين ما عنديش الحاجات دي لان انا ما بستخدمهاش على طول، فجبت المندولين عشان اجرب اعملها ارفع حاجه ممكن. بسم الله يا الله. هي يعني هيطلعها. طيب بس كفايه كده، هي شكلها كده من جوه. وهي شكلها كده يعني قطعتها رفيع على قد ما اقدر. دي ملهاش ريحه قويه. نجرب ناخد واحده شيبسي من دي ونحط عليها 2 3 بقى. الشيبسي شيبسينا والترافل ترافلنا، ولا الكمأة كمأتنا. نحط بقى، نحط ونعبي، ناكل براحتنا، مش كل يوم هناكل الكمأة ديت. طيب انا عملتها كده، دي اول مره اجربها في حياتي فعلا، يعني ممكن تكون ناس جربتها انا ما جربتهاش عن نفسي يعني. ملهاش، مش عارف طعمها مشروم. ايوه يعني بعد كل ده ويطلع ملهاش طعم، ده انا كنت متحمسه ليها جدا جدا، مش متخيلين يعني. طعمها زي ما بيقول لك يعني ايه، earthy، اللي هو طعم الارض فيه يعني، فاهمين؟
آه، شبه طعم المشروم. انا بحب المشروم جدا صراحه، عمري ما اكلت مشروم بالرفع ده هوت. طيب انا لو جربت اكلها كده تخينه كده هوت يمكن، ولو ان هما ما بياكلوهاش كده. لو مرقص كوزين شافني هجيب له جلطه. طب اجرب كده طعمها. لا، طعمها غريب. بصوا، هي هي مش وحشه، يعني هي طعمها، يعني انا عن نفسي افضل صراحه المشروم، الفطر، الشامبينيون. آه، صراحه لو عليا انا كده جايز، لان دي هي ترافل معلبه ومحفوظه في ميه، فاكيد طبعا حفظها في الميه هيضيع تلات ارباع طعمها، فانا كده هو هبقى ظلمتها. وفي نفس الوقت ديت ما اعتقدش ان ديت الكمأة السوداء، او يمكن الله اعلم، انا ما شفتش صراحه لا البيضه ولا السوداء، فمش هقدر اقول لكم ايه هي. لكن آه، يسأل بقى في طعمها الأستاذ مرقص كوزين، هو اللي بيحب بيجيب الحاجات دي بقى الطازة بقى اللي على أصولها، فممكن بقى يتسأل فيه يقدر يقول. لكن أنا عن نفسي ما فكرش إن أنا على الأقل مش هجرب المعلبة دي تاني. هل ده يستاهل إن الواحد يجيبه تاني ويدفع فيه مبلغ؟ أنا عن نفسي مش هجيبه تاني. هو مش وحش، بس انا مش هفكر ان انا اجيبه تاني صراحه. نشوف ايه بعد كده اهوت. ده شيبس خضار، بس ده بقى شيبسي خضار معمول كل خضار اعتقد لوحده، يعني معمول بالبطاطا، الفجل الابيض، معمول ب ايه الفرق ما بين السويت بوتيتو والبطاطا؟ صراحه مش عارفه. هنا هو بصوا، هنا مكتوب سويت بوتيتو وهنا بطاطا. ما علينا. وهنا البطاطس العادية، وفي كمان ال آه آه ده نسيت اسمه. فهنجرب البنجر. اللهم صل على النبي. دوت من الحاجات الفخفخينة اللي ما ينفعش ان هي تتفتح، يعني قلة ادب انك انت تفتحها كده هو سوري، يعني لازم تحترمها. يعني حاجة زي دي هي، يعني انت ما تبقاش جايبها ودافع فيها الشيء الفلاني وبعد كده هو تقوم قاطعها كده هو زي الكيس الشيبسي العادي. لا لا لا، لازم برضو كل واحد وليه ايه قيمته والاحترام. طيب ده منظر الشيبسي من جوه، ملون وشكله حلو. طيب نجرب اول واحد. ده بطعم ايه؟ ده غالبا هتبقى دي البطاطا ديت. بطاطا حلوه قوي، فيها تشكيله كده على شويه ملوحه خفيفه، حلو. ده ايه ده؟ الاحمر البنجر ده. بسم الله. هو طعمه زي البنجر، هو البنجر اصلا محلون. عشان كده كل واحد لما انا بقول هو كله مسكر كده. طيب ايه ده؟ في بطاطس بقى العاديه. معلش انا بدور. دي البطاطس، اعتقد دي البطاطس العاديه بتاعتنا. دي بطاطس، بس ده واضح ان هو مخبوز مش بزيت. لا ده مش البطاطس، ده اللفت. والله اللفت.
في واحد هنا اهو، ده الليفت ولا البطاطس ده؟ ده البطاطس. صراحة هو لذيذ، وكونك انك انت تبقى جايب كيس فيه كذا طعم مختلف في بقك ده حلو. هو اي نعم التتبيله كلها واحده، هو بتتبيله البحر المتوسط الميديتيريان، اعتقد يعني هتبقى بالتوابل اللي هي التوابل بتاعتنا يعني. فحلو، حلو لطيف. مجموعه الاطعمه اللي فيه ظريفه. ما هذا؟ ده بطعم ايه؟ بطعم العسل والمستردة. عمركم سمعتوا عن بعسل ومستردة؟ يعني اتفتح بقى ايه على طول، خليك لذيذ. ايوه مش ثانك يو. بص من جوه عامل ازاي، حلو. طيب نشوف طعمه عامل ازاي. ده بالعسل والمستردة، المستردة الديجون، لان في نوعين من المستردة بتاعتنا الصفرة ديت مختلفة عن الديجون ماستر. الديجون ماستر بيبقى طعمها حدته اخف شوية يعني. هنجرب. بسم الله. صدمني طعم العسل الاول. هو يمكن انا اعتبر من الناس الدقه القديمه حبتين. انا بحب اجرب الحاجات، بس انا بالنسبه لي فكره الحلو والحادق في حاجه واحده ديت ما زلت مش عارفه اتقبلها. يعني انا ممكن احط مثلا شويه سكر في الاكل بتاعي يديله كده اللي هو الكيك كده كنوع من يعني السنه، يعني الواحد السنه انك انت تحطه حبه سكر صغيرين بساط في الحاجه الحادقه او الحاجه الطبيخ اللي انتوا بتعملوه، وشويه ملح في الحاجه الحلوه اللي بتعملوها. ممكن اعمل حاجه زي كده اهو، لكن ان انا اكل بقى حاجه حلوه الحلاوه بتاعتها باينه قوي جنب الملح الكتير قوي، ده ما زلت مش عارفه اتقبله اطلاقا. يعني انا فكره السويت اند ساور دي هي برضه مش عارفه اتقبلها. هو مش وحش، هو حلو صراحه، بس كطعم انا ما بفكرش ان انا اجيبه تاني يعني. ونيجي للحاجه اللي انا متحمسه لها ومش متحمسه لها صراحه. دي بقى ايه؟ بسله بالوسابي. اللي عايز يعرف الوسابي ده ايه، اللي هو المعجون الاخضر اللي بيبقى محطوط جنب السوشي. اللي بيجيب سوشي وعارف، اللي ما يعرفوش ده نوع من انواع الفجل الياباني. طعمه قوي جدا، يعني تاكله من هنا تحس ان مناخيرك ضربت على دماغك، تحس ان في كده حاجات غريبة بتحصل. لكن هو مفيد جدا لانه هو بيستخدم كنوع من انواع المطهر لما بياكلوه مع السمك الني. ف الوسابي بيساعد ان لو في اي بكتيريا او لو في اي حاجه مضره ممكن تكون موجوده في السمك الني ده، هو بيطهرها على طول، يعني بتاكله بتدين يعني. فده شكله بسله البسله. اوه ماي جاد. دي بقى ايه شكلها؟ هي متغلفه غالبا بالوسابي. بصوا انا مناخيري اليومين دولت ضربه بسبب الجيوب الانفيه. ف يعني اتمنى ان هي على الاقل احس ان انا عارفه اتنفس يسلكها لي واحس ان انا عارفه اتنفس.
هنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، ليه 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 في ناس بتعمل في نفسها كده؟ البسلة ناشفة وبتتاكل، عاملة زي الملمس بتاع عاملة زي الملمس بتاع الحمص بتاع المقلى عادي، يعني نفس الملمس كده هوت يعني. الوسابي بقى بس هو الحمد لله مش قوي قوي، بس هو بيبقى فيه كيكه مش في واحده مش متغطيه قوي. ايوه طعمها صعب. ليه يعني؟ هل في ناس ممكن تجيب حاجه زي كده وتستمتع بيها؟ لا بتكلم بجد والله مش بهزر يعني. هل في ناس ممكن تستمتع بحاجه زي دي؟ يعني انا شخصيا مش عارفه هخلصها ازاي يعني. بندق دي ديت وقع من عليها الوسابي، فطعمها حلو او طعمها يتاكل يعني هي عامله طعمها زي بس ما فيهاش الحلاوه بتاعت البسله الطبيعيه يعني. لكن هي يعني بصوا انا عايزه اوري لكم الفرق ما بين الاثنين. بصوا مش عارفه باين اللي فاتحه شويه، اللي فاتحه ديت او الكبيره ديت هي ديت اللي عليها الوسابي، الغامقه شويه ديت اللي مش عليها وسابي. اجيبه تاني اكيد باين كان من رد فعلي يعني مستحيل. وده انا هدور بقى على حد ايه اكون بحبه زياده عن اللزوم علشان خاطر اديها له. طيب ده بقى ايه؟ خمنوا. ايوه شيبسي تفاح. ليه في شيبسي تفاح؟ ليه؟ يعني ده ممكن يكونوا عاملينه للعيال اللي ما بتحبش تاكل الفاكهه وبتحبش تاكل الخضار، فيجيبوا لهم ده يقولوا لهم ده شيبسي ويضحكوا عليهم. لكن فكره ان انا اعمل التفاح شيبسي، ليه انا اعمل التفاح شيبسي؟ شيبسي والله شيبسي. تفاح طعم التفاح مركز قوي، لما اتعمل شيبسي بقى طعمه راجل. اللي هو ده التفاح الامريكاني ده عارفينه؟ طبعا ده مخبوز ف ناشف. هو حلو، اجيبه تاني ما اعتقدش. وديت كانت يا حبايبي كل الحاجات اللي جربناها النهارده. انا عامله لكم سلسله من الحاجات بقى الغريبه بقى. هعمل لكم فيديو بعد كده اهوت عن المشروبات، فيديو عن الاكلات، وهنعمل سلسله كمان عن المنتجات بتاعه البلدان التانية. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتم معايا. وعلى فكره ده المونيه اللي كنت جايباه من تيمو، حلو جدا. اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. واتمنى ان انتوا تعملوا لي بقى لايك وشير واشتراك. اديكوا شايفين انا بقى ايه صرفه ومكلفه، فاعملوا لي بالله عليكم اشتراك وساعدوني علشان خاطر نقدر نعمل افكار بقى كتير. عندي افكار كتير وعندي حاجات كتيره عايزه اعملها وعايزه افرجكم على حاجات كتير. فاتمنى ان انتوا تدعموني بلايك واشتراك. اللايك والاشتراك والله ما هتدفعوا فيهم اي حاجه، فيعني بس هتساعدني كتير ان انا اقدر اقدم لكم محتوى كويس ومحتوى حلو تنبسطوا بيه ان شاء الله. ودي كانت كل اللي عندنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. واستنوني في الفيديو اللي جاي بتاع المشروبات ان شاء الله. في حاجات غريبة برضو.
مع السلامة.